اهلا بيكم في قناتي احلى الاكلات. اهلا يا حبايبي، وحشتوني قوي. هنعمل النهارده مع بعض وصفه جديده. هنعمل ماك أند تشيز بطريقه جميله جدا وسهله. كل اطفالنا بيحبوها واحنا كبار بنحبها برضو، مش تاخد معانا وقت خالص. نجيب حله على النار، نحط فيها معلقتين سمنه او زبده متوفر. هننزل بمعلقتين دقيق كبار حراميين. هنقلبهم كويس مع السمنة لحد ما يوصلوا معانا للقوام ده. هما دقيقتين بس. هننزل بعد كده بقى عليهم باربع اكواب لبن، حوالي لتر لبن. هنقلب كويس برضو لحد بقى ما المقادير كلها تختلط مع بعضيها كده، اللبن مع الدقيق مع الزبدة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا حسيتها تقلت شويه، حطيت عليها نص كوبايه لبن كمان. هضيف بقى معايا جبنه حمراء، اي نوع جبنه بتكون بتسيح، ممكن جبنه رومي. هضيف معايا جبنه بيضه كريمي حوالي 100 جرام، والجبنه الحمراء برضو او الرومي اللي ضفناها قبل كده حوالي 100 جرام. هقلبهم كويس قوي لحد ما يدوبوا معايا. انا في الوقت ده كنت سلقت المكرونه 3/4 سوا، اي نوع مكرونه طبعا بتفضلوه. هضيف بقى جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر زي ما حضراتكم شايفين كده. الجبنه دي حلوه قوي، بتسيح جميله قوي، هتدي طعم حلو. هضيف حوالي 150 جرام. هقلبهم مع بعض خالص كده زي ما حضراتكم شايفين. خلاص القوام معايا حلو قوي قوي كده. هضيف بقى الملح والفلفل الاسمر وبابريكا، لو متوفر، مش متوفر خلاص هي مش فارقه في الطعم قوي. هقلب طبعا كله لحد ما الطعم معايا يبقى مظبوط، مش محتاج ملح. هجيب بقى المكرونه بعد ما سلقتها 3/4 سوا وصفيتها من الميه. هقلب كله على بعضه. خلاص هي كده خلصت معايا. هتاكلوا احلى جبنه، احلى مكرونه بالجبن، جميله جدا، والمطه بتاعتها حلوه قوي ومخدتش معانا وقت خالص. نقدمها بقى بالطريقه اللي نحبها. احنا ممكن نضيف عليها شرايح بانيه لو حابين. وهي بتتقدم كده من غير حاجه خالص. بتتجاب من بره باسعار غاليه جدا، احنا بنعملها في البيت بطريقه موفره وجميله وطعمها احلى بكتير من بره. جربوها معايا وقولوا ايه رايكم. لو اول مره بتشوفوني لايك وشير لو عجبكم الفيديو، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده. بحبكم في الله.